بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية معاكم عمر البحيري وراكم قناة المهاجر. إن شاء الله النهاردة هبدأ معاكم حاجة جديدة جدا، مش جديدة ولا هي قديمة. زي ما احنا بدأنا معاكم سلسلة حلقاتنا اللي هو كانت بتقول إزاي نتغلب على مشاكلنا. مش عايزين نقول في مشاكل في حياتنا بس، في مشاكل متعلقة ب أو أحلام كل واحد له حلم مشروع بالسفر. فآخر فيديو كنت قدمته دلوقتي قلت يا جماعة الخير، أنا مش عايز أي إنسان يكون عرضة للنصب. عايزين نقفل موضوع الشغل ان احنا نعمل له تلخيص، وابدا معاكم حاليا النهارده ان شاء الله عن موضوع الدراسه. الشغل عامه جنرال في اختصار زي ما قلت واحد اتنين تلاته. اي انسان، ما فيش حاجه اسمها عقود عمل في اوروبا وفي بولندا بالاخص حاليا. لو جات لك حاجه زي دي حاول تسال، حاول تستفسر، ادخل على الجوجل على الموقع او الاسم بتاع الشركه ده او المكان او الشخص اللي بيقول لك عامل لك اوراق، او عن طريق السفاره او ما شابه ذلك. لان صدقوني في مواضيع نصب كتير جدا، وعايزين نقفل الموضوع ده باختصار، لان بعد كده الناس بتحصل لها مشكله في السفاره، وبعد كده بيقول لك يا ريت اللي جرى مكان. بيكون خطوات معينه. ان شاء الله ممكن اعمل فيديو مختصر تاني بعد كده عن موضوع الشغل في ايجاز، بس حاليا ان شاء الله هبدا معاكم عن طريق الدراسه. هل لكل انسان يحق له ان هو يقدم على الدراسه في الجامعات البولنديه، سواء كانت جامعات حكوميه او جامعات خاصه؟ من ضمن الحاجات اللي الناس كلها بتدور عليها، طيب انا عايز اطلع اوروبا سليم، او عايز اطلع ادرس مثلا، حلم من حياتي هو الدراسه. فازاي ان احنا نسافر اوروبا قانوني وسليم؟ زي ما قلت لكم، في جواز، في دعوه، في علاج، في سياحه، وفي دراسه. الدراسة حاليا طبعا لها شروط وحاجات كتير جدا. من الآخر أو نبدأ من الآخر، ما بيكونش سنك كبير، لأن لو سنك كبير معدي مثلا ال 25 أو 30 فما فوق، طبعا هيبقى صعب جدا إن أنت مش مبرر لو دخلت السفارة وعملت مقابلة أو انترفيو إن يكون لك سبب رئيسي إنك تاخد تأشيرة. هيكون في سسبشن، هيكون في يعني عندهم زي كده في واجس من جوه. فإن شاء الله دلوقتي أنت موجود في المنطقة العربية أو في جمهورية مصر العربية بوجه أخص، عايز تراسل جامعة حكوميه او خاصه في بولندا. بس بقول لكم يا ريت ان انتوا تخشوا على اي موقع من مواقع بتاع الجامعات الحكوميه، مش الجامعات الخاصه. في جامعات خاصه كتيره حاليا في بولندا، حتى في نظام اسمه ايراسموس، او نظام ان انت تبادل للطلاب من جميع انحاء العالم انهم يجوا هنا يدرسوا في بولندا. دي جامعات خاصه، بس في النسبه كبيره جدا بالتقديم في السفاره بتاخد رفض. ما بيكونش سبب يعني مهم جدا انك تقدر تاخد التاشيره. طيب هنقول حاليا دلوقتي انا دخلت مثلا ورسلت جامعات، خلصت الثانويه العامه. نعرف كلنا ان في حاجه اسمها الايلتس، او اللي هو الشهاده المعتمده بتاعت اللغه الانجليزيه، اللي هو ده بيأهلك ان انت مثلا تدرس في احد الجامعات اللي موجوده في بره في اوروبا او في دول تانية. في بولندا مثلا جامعات معترف بيها في حاجه اسمها اونلاين انترفيو، ده شهاده دوليه معترف بيها في بولندا، ان انت ممكن عن طريقها انت دخلت دلوقتي راسلت جامعه، دخلت على الموقع بتاعهم، شفت الاختصاص اللي انت عايز تتخصص فيه وهل ده موجود يعني في بولندا ولا لا، وده هتقدر تتوافق معاه. فلو جالك الرد وعملت الاونلاين انترفيو وكل حاجه اوكي، الحمد لله. ايه الخطوات بعد كده اللي انت بتبدا تعملها لو جالك الموافقه من هنا؟ انك بتبدا تجهز اجراءات الاوراق بتاعتك. لازم يكون شهاده الثانويه العامه، بيانات بالدرجات بتاعتك اللي انت خدتها طبعا في الثانويه العامه، سواء كنت علمي او ادبي، وكل حاجه من دي مترجمه للغه الانجليزيه، وبتاخدها تعتمدها من وزاره الخارجيه البولنديه والسفاره البولنديه في وقت واحد. وبعد كده لما انت بتدخل على الموقع بتاع السفاره وبتاخد اللي هو يعني ميعاد للمقابله، لازم يكون معاك كل الاوراق دي موجوده. طبعا الاوراق دي الموجود زي ما قلت لكم ما بيكونش السن بتاعك مثلا 25 30، او ان انت مثلا انسان في احد الجامعات اللي موجوده في مصر او في دوله عربيه وفي اخر سنه انت عايز مثلا تحول او تكمل. طبعا لما يكون اخر سنه برضو موضوع مريب، ما بيكونش موضوع كويس ان انت لك بروف او اثبات ان انت في السفاره مثلا هيدوك. وزي ما قلت التاشيره تمنح ولا تعطى، سواء كانت دراسه، سياحه، علاج، او حتى تصريح العمل. فده حطوا في بالكم، ده تمنح ولا تعطى. لازم تكون جاهز باوراقك كلها عشان تكون مقوي نفسك. طبعا ثقه في ربنا، الحمد لله سبحانه وتعالى. ما تديش ثقه للانسان اللي بيعمل معاك المقابله، سواء قنصل او شخص موجود جوه في السفاره اللي منظور بالملف بتاعك. لازم تكون انت جاهز. زي ما بنقول مثلا ان شاء الله برضو في عندك التامين الصحي، الهيلث انشورنس،
لازم التامين ده مثلا مش شرط ما يكونش اي تامين، لازم يكون معتمد في شركه مثلا ما او في مكان ما، يكون معتمد من السفاره البولنديه او وزاره الخارجيه البولنديه، والسفاره البولنديه يكون لهم تواصل معاه عشان تكون مامن نفسك. مع الباسبور يكون فيه حوالي سنه وثلاث شهور، يكون صالح. الفتره دي فتره اطول من كده. يكون ورقك كله شهاده الثانويه العامه، بيان بالدرجات، مترجمه اللغه الانجليزيه. عندك طبعا تامين صحي زي ما قلنا. عندك هنا طبعا يكون تذكره طيران، اللي هو مثلا اكيد لازم تكون مش وان واي فقط. انا مثلا راح ادرس مثلا طبعا وراح اقعد هناك، لازم يكون في اثبات ان انا حتى ذهاب وعوده. طبعا قبلها لما بيكون في اجراءات الموافقه خلاص وكل حاجه الحمد لله، وخدت الاكسبت وخدت مثلا الموافقه ليك، طبعا اكيد انت هناك مش هتنام في الشارع. فلازم يكون زي انا رايح دعوه، كل خطوات مكمله لبعضها. رايح دعوه في شخص هيستضيفني هناك، فهنام في المكان الموجود ده. او انا سياحه مثلا في هوتيل او في مكان لازم اكون هسكن فيه. نفس القصه لو علاج مثلا عن طريق مستشفى، فلازم خطوات كلها زي موضوع العمل. قلنا تصريح العمل وليس عقد العمل، حطوا في بالكم النقطه دي. فطبعا الدراسه يكون عندي مثلا في احد المدن الجامعيه او ما شابه. طبعا في فترتين للسمستر، التقديم الشتوي والتقديم الصيفي اللي هم موجودين طبعا في بولندا او في اوروبا. حتى حاليا دلوقتي حطوا في بالكم بعض الحاجات جدا. ليه الناس بدات تقبل حاليا على بولندا؟ لان التكلفه بتاع المعيشه فيها، مش عايز اقول انها لا رخيصه جدا او غاليه جدا، حسب المكان اللي انت ممكن مثلا في العاصمه في وارسو، ممكن في كراكوف، واغلب الجامعات هنا معترف بها دوليا. طبعا في ووج او في المدينه في جدايسك هنا، في المدينه اللي انا اتشرف ان انا موجود فيها. ففي طلاب حاليا بيجوا من امريكا ومن اوروبا ومن انجلترا، حتى من المانيا، بعد ما كانوا المانيا وجهه الطلاب العرب، وقبل كده كانت الولايات المتحده الامريكيه. هنا بدات دلوقتي في جذب، سوق جذب جدا للعديد من الطلاب زي الطب او الاسنان او الهندسه برضو من الخليج، بعد ما كان وجهه الخليج للولايات المتحده الامريكيه. فلازم تكون انت مستعد باوراقك كلها ان شاء الله. فاول حلقه ليا معاكم النهارده عن موضوع الدراسه، مش عايز ابدا كل حاجه الخطوات بس ايه، هنبدا خطوه خطوه بعد كده ان شاء الله. لو انت خدت القبول وخدت الفيزا وجيت هنا، ايه الخطوات اللي بعد كده؟ فاول خطوه نلخصها مع بعض ان شاء الله، ان انا براسل احد الجامعات، ولازم تكون جامعات حكوميه معترف بها. الجامعات الخاصه ممكن انت وحظك، بس ما يعني ما حبس، يعني انا ما بقولش ان انا مثلا لازم. نفس القصه بعد كده بتعمل، في واحد يقول لك طب انا معايا الايلتس، هل ده مهم؟ ممكن شهاده اونلاين انترفيو معتمد بيها في معظم الجامعات البولنديه هنا. بعد كده جات لي الموافقه، اوكي الحمد لله، باخد اوراق بقى. لازم يكون معايا الملف كامل وشامل من كل حاجه، شهاده الثانويه العامه، الباسبور سنه او ثلاث شهور فما فوق يكون صالح، ده مترجم من اللغه الانجليزيه، والاوراق معتمده من وزاره الخارجيه ووزاره الخارجيه البولنديه والسفاره البولنديه. التامين الصحي، الانترناشونال انشورنس، تامين صحي دولي للطلبه، ويكون معتمد من السفاره البولنديه، شركه معتمده من وزاره الخارجيه البولنديه والسفاره البولنديه، وتذاكر الطيران. وعندك هناك الاقامه في بولندا ان شاء الله. الخطوه اللي بعد كده، خدنا الحمد لله الموافقه من السفاره البولنديه، ورايحين على بولندا ان شاء الله، وبنبدا حياتنا كطلبه في اي مدينه من المدن دي. بعد كده ان شاء الله هيكون الخطوه الجايه والفيديو اللي جاي ان شاء الله، ايه الخطوات اللي بعد كده ان شاء الله. ازاي يحق لنا مثلا عن طريق هل تصريح العمل كطالب، هل يحق لي ان انا ابدا اشتغل، افتح حساب في البنك، كل خطوات لها واحد اتنين تلاته. وايه الخطوه بعد كده؟ ممكن مثلا بعد ما خلصت هقدم مثلا سواء ماجستير او دكتوراه، او عايز اقعد او ارجع بلدي. فان شاء الله ابدا اوضح لكم الحاجات دي كلها. اتمنى منكم ان شاء الله ان انتوا تعملوا شير ولايك، ولو عجبكم الفيديو ان شاء الله اكتبوا لي مقترحاتكم، ان شاء الله هحاول اسيب لكم تحت ان شاء الله برضو بلسته باغلب الجامعات سواء كانت حكوميه او خاصه، بس بقى حابب تكون حكوميه، وبعض الاسعار الرخيصه. انت ممكن تدخل على النت وتشيك وتكتب، بس برضو ان شاء الله الدال على الخير كفاعله. ان شاء الله اساعدكم ونساعد بعض. زي ما قلت لكم هدفي من القناه بتاعتي قناه المهاجر ليكم وبيكم، خدمتكم ومساعدتكم ان شاء الله جنبا الى جنب في حاجات سياحيه مع كده ان شاء الله. اقول لكم ده كان اول جزء من الدراسه في بولندا. بالتوفيق ان شاء الله، اشوفكم على خير في رعايه الله.